السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اليوم غادي نوجد معكم وصفة ديال الشعر. انا دابا وما تنسوش سميتو اللي اول مره كيشوف القناه ديالي يفعل الجرس باش يوصلوا كل جديد، وديروا اللايك، ما كديروش اللايك ديروا اللايك وديروا الاشتراكات ديالكم. دابا عندي هذا الازير قبل ما نصايبو قلت انا غادي نوجدها معكم. دابا عندي هنايا الازير، عندي هنايا قشور ديال البصله، عندي هنايا قشور ديال البتنجان، عندي قشور ديال البطاطا، عندي حتى قشور ديال الخيزو. متبقاوش تلوحوهم مره ملي تبغوا ديروا شعركم يمكن لكم تجمعوهم وطيبوهم. هادو غادي نطيبهم، غادي ندير كاسرون، غادي ندير عليهم السالميه. ها هي كتكون عند صحاب النعناع اللي كيبيعوا النعناع، السالميه. وعندي هنايا بيروت غادي نديرها، بيروت كتحيد القشره. غادي ندير بودور الشيه، هذه فيها واحد الماده لذيذه بحال زرات الكتان بحال حب الرشاد. غادي ندير ودي لي حب الرشاد، طلصت. غادي ندير زرات الكتان حتى هي معلقه، كتعطي واحد الماده حتى هي زوينه، الماده اللي كترطب الشعر. غادي ندير معلقه ديال الاتاي، هاد معلقه ديال الاتاي الشاي الاخضر. عندي هنايا الحريقه اللي لقاها يجمعوها وكرموها واحتفظوا بها، راه مزيانه الشعر حتى هي تليق للتساقط. عندي هنايا البابونج، عندي هنايا الكركادي. هاد المواد كلهم ما كيحافظوا على التساقط الشعر وكيغديو وكيخليو الشعر قوي، وفي نفس الوقت كيصبغوا شويه، كيعطيو شويه اللون للشعر. خصوصا بحال دابا شي واحد الا كان الشعر ديالو بني كتبان فيه ديك الصباغه الطبيعيه، كتبان فيه. وبالنسبه للشعر الاسود راه ما كتبانش فيه هاد الصباغه، مع المداومات عليها كتعطي مفعول، كتعطي اللون شي لون بحال دابا اشقر بحال هكا بني، يكون اشقر يعني غامق كي البني اللي بغا نقول. وهادو دابا انا غادي نشدهم. دابا انايا دايره فيهم السلميه كتعطي اللون الاسود، هذا كيعطي اللون الاحمر. المهم هذوك المواد كلهم. هذا البابونج كيعطي اللون البني. هذا البابونج بحال دابا شي واحد الا عنده اللون الشعر ديالو بني كدير ليه هاد المواد، كدير ليه هاد البابونج مع خرقو مع. المهم من بعد نوريكم واحد الوصفه اخرى ديال الشعر البني. دابا غادي ندير عليه الماء ونعمر عليه حتى يغبر بالماء، وغادي نغطيه وغادي نخليه حتى يطيب. دابا درت فيه تقريبا هنايا شي تقريبا شي جوج ونص اللي درت فيه، وغادي نغطي عليه ونخليه حتى يطيب، حتى يبقى فيه كاع يضرو صافي. وغادي نصفيه وغادي نخلط به واحد الاعشاب غادي نوريهم لكم من بعد. هما كاينين عندي انا شاريهم وطحناهم. تسكت. هما هادو مخلطين فيهم الورد وشي مكونات اخرين، من بعد غنقول لكم شنو هما. وغادي نغطي عليها ونخليها حتى يكون يتنقص الماء. درت فيها تقريبا هكا شي 2 لتر ونص. غادي نخليها تطبخ حتى وكان يولي فيها تقريبا يطرو. وهذاك الماء غادي نصفيه وغادي نخلط به دوك الاعشاب اللي عندي صافي. شوف البنات دابا انا غادي نسجل لكم هذا بوحدو باش هكا باش ما يكونش الفيديو طويل، باش هكا تشوفوه كامل. وغادي نسجل لكم دوك الاعشاب اللي قلت لكم غادي نخلطهم بهذا الماء. فهمتوا؟ شوفوا كيفاش ولا نتوما راه كيطلع. المهم هذا الماء هو باش غادي نخلط لكم دوك الاعشاب اللي عندي مطحونين. دابا غادي ندير هذا بوحدو، والفيديو الاخر وكنتمنى تشتركوا عندي في القناه ديالي وديروا بارطاج. فهمتوا؟ عرفتوا البنات هاد الوصفه الا درتوها بحال شي حنه، واخا حنه بوحدها
وبحدها ولا مخلطه مع شي اعشاب اخرى. عرفتوا البنات راه الشعر ديالكم كيوحد هو داك التساقط ما كيبقاش. كنتمنى هاد الوصفه تجربوها بارطاجيوها مع الاحباب ديالكم والاصدقاء ديالكم والناس اللي كتبغيو. وما تنساوش ديروا اللايك، الله يحفظكم، وما تنساوش ديروا الاشتراك ديالكم، الله يحفظكم، رزقكم من حيث لا يرزقكم من حيث لا تحتسبون ان شاء الله. دابا غادي نسد عليها، لازم نخلي كيسدي معاك انت. وغادي ندوزو من يطيب غادي ندوزو باش نديروا الوصفه الثانيه كيف هذوك الاعشاب اللي غادي نخلط معاها. وشكرا لكم.